النظرية بتقول إن عيلة بوحة كانت عيلة بنت. ازيك عامل ايه؟ أنا خالد أبو العز، ودي تاني حلقة من حلقات النظرية بتقول. عمرك سألت نفسك مين هو المعلم سلامة؟ وليه هو شبه بوحة أوي كده؟ الموضوع ما كانش مجرد إيستر إيج حطها المخرج أو بفكرة من محمد سعد. الموضوع كان أعمق من كده. بوحة حمامة مسعد الصباح، شاب فلاح قروي، خرج من عيلة مستضعفة، عيلة حرفيا كلها تجار بهايم. هنا أنا مش قصدي تجار بهايم، أنا قصدي إن هم تجار بهايم. عيلة عندها صراعات داخلية مع ولاد أبو إسماعيل، عيلة بتبرز فيها عدم القدرة على المواجهة والالتواء والخبث والجبن، باستثناء بوحة. بوحة ما كانش ذكي، ولكن كان عنده القدرة على المواجهة، عنده اندفاعية حتى لو خطته ما كانتش مدروسة. دي كانت أول حاجة بتميزه عن بقية عيلته. يظهر ده في أكتر من موقف، أولهم لما بيشتبك مع أولاد أبو إسماعيل رغم إنه بيتضرب. بعد كده لما بيشتبك في الكباريه، انت بتقول ايه؟ وبعد كده لما بيشتبك دفاعا عن كتة. وبعد كده لما بيسحل نفسه في صراع مش صراعه علشان يوقع المعلم فرج ثابت. النظرية بتقول إن محروس الضبع هو عبارة عن كذبة كبيرة اخترعها إعمام بوحة. إعمام بوحة كانوا مراهنين على غباء بوحة، حبوا يستغلوه. كذبوا عليه كذبة لما أبوه مات، وقالوا له أبوك ليه فلوس عند شخص اسمه محروس الضبع، الفلوس دي بتقدر ب500,000 جنيه، وبيطلبوا منه إن هو ينزل مصر ويبدأ رحلة البحث عن محروس الضبع اللي هو الشخص الوهمي، علشان هما يلحقوا يقسموا الورث الفعلي اللي سابه أبوه. وبالفعل بوحة ما بيخيبش ظنهم، وبيستجيب لكلامهم، وبيبدأ ينزل مصر يدور على محروس الضبع، وهو عنده قناعة تامة إن الورث الفعلي اللي سابه أبوه ده هيكون قليل جدا، فهو مسامح فيه الأعمام. بيبدأ بوحة ينزل مصر فعلا ويدور على المعلم محروس الضبع، فبيشتبك مع ابن المعلم فرج اللي بيعاكس كتة، وبعدين بيروح عند كتة وأمها البيت، فبيبدأ يشوف صورة المعلم سلامة، هو جوز ست حلويات المتوفى، وبيبدأوا جميعا يستغربوا من الشبه الكبير اللي بينه وبين المعلم سلامة. بتبدأ الست حلويات تشوف في بوحة نسخة مصغرة من المعلم سلامة، فبتبدأ تبص له نظرات إعجاب هي مش قادرة تتحكم فيها. تبدأ حتى لما تتكلم معاه منتصف الأحداث قدام إنها تلومه كما لو كان هو جوزها المعلم سلام. يا ما انا مخنوقه من امي ليه كده؟ مخلفه طلقه رصاص. وانت يا ست كمان بتسرحي في وشي، ده انت بتحلمي مش بتسرحي. لا، فاضل حضن فرج اللي ان شاء الله هيطلع هو محروس الضبع وهيبقى نصب عليك مرتين. انت وانت نازله من باب البيت هروح لحس الكازلك جنب نبني عينيكي كده حفلوني خالص، واي حد هيعدي والمنطقه هرقبه بالرجلين. مش بوحه الصباح، مش بوحه. وفي يوم قبل المعلم سلامة ما يقابل وجه رب كريم، قال لي قبل ما ينام انه عرف ان فرج له واحد كبير في المحافظة سنده وبيخليه يعمل كده بقلب جامد. الست حلويات بترفض جواز كتة من بوحة لسببين. السبب الأول الغير معلن، وهو إنها عايزة بوحة ليها هي، لأنها شايفة فيه نموذج مصغر من المعلم سلامة جوزها. والسبب التاني بتشرحه له في المقابلة لما بتقابله بعد ما بترفضه، وبتقوله إن هي رافضة بسبب إنه مرمي في حضن المعلم فرج. لكن هي ما بتقولش كل الحقيقة، ما بتقولش إن هي رافضة إن هو يتجوز بنتها بسبب إنه مرمي في حضن اللي موت جوزها بحسرته. ما بتحكيش إن المعلم فرج لما رجع كبير
خسر المعلم سلامة معظم أملاكه، وده اللي موته بحسرته. مفيش حتى إن الراجل يحول من الحسرة. بيتغاضى بوحة عن تحذيرات الست حلويات وبيكمل في طريقه بنفس الغباء المراهن عليه، لحد ما بيتورط وبيتحبس بعد ما كان المعلم فرج بيستخدمه كفاترينا لعملياته المشبوهة. وهنا نتوقف عند شخصية بوحة، الشخصية اللي متسابة للقدر يحركها، شخصية مش مكتوبة كويس، مخدومة كويس، شخصية كان صراعها الأساسي هو البحث عن محروس الضبع، جهة لصراع فرعي، وفي النهاية أنصفها القدر بأن محروس الضبع هو اللي جه لحد عنده واداله فلوسه، ملقاهوش بذكائه ولا بحنكته. ودي في حد ذاتها ثغرة، لأن بتحول الفيلم من صراع وحل لموعظة. خليني أعالج لك الثغرات دي دلوقتي. الحظ والقدر أيوة أنصفوا بوحة في أول مرة لما الضابط ماهر رجعت له الذاكرة قدريا واعترف إن بوحة كان مرشد، فبيبدأ بوحة يخرج من الحبس. لكن ظهور المعلم محروس الضبع فجأة في وسط المحكمة ده ما كانش حظ. النظرية بتقول إن اللي ادعى إن هو المعلم محروس الضبع هو الراجل الكبير اللي شغال في المحافظة اللي اتكلموا عنه. لما بدأت الأجواء تتوتر وسيرة الراجل الكبير جت في الموضوع، حب الراجل ده إن هو يتستر باسم الشخصية الوهمية اللي بوحة بيدور عليها، وهي محروس الضبع، علشان يصرف الشبهات عنه. تم وصف ملامحه في يوم أو اسمه، هيقول إن الاسم مش اسمي، أنا اسمي محروس الضبع. ولو تم وصف ملامحه هيقول أنا محروس الضبع، معرفش مين الشخص اللي بتتكلموا عنه. رغم إن المعلم فرج أظن إن هو عمره ما كان هيعترف عليه في شيء، لأن من الواضح إن بينهم وبين بعض درجة ولاء وصداقة كبيرة على مدار العمر. المهم، يجيبوا سيرة الباشا الكبير، اهو ده اللي لا يمكن ابدا. بيدعي الراجل الكبير إن هو محروس الضبع وبيدي 500,000 جنيه لبوحة في نص المحكمة علشان يكون في شهود على الكلام ده قدام الناس، علشان لو تم استدعاء بوحة وسألوه هل هو ده الباشا الكبير اللي كان شغال في المحافظة، يقول لهم لأ يا سعادة الباشا أبدا، ده محروس الضبع، ده راجل أشهد بأمانته إن هو رجع لي فلوسي اللي كانت عنده لأبويا. كانت خطة ذكية فعلا. الباشا الكبير انسلخ من جلده ومن هويته وادعى هوية جديدة خالص ما كانتش موجودة في الحقيقة. كمان عطل فكرة إن بوحة يستمر في البحث أو التدوير عنه، لأن كل البحث والصراع ده كان مرهون بإنه يلاقي 500,000 جنيه. بياخد بوحة الفلوس وبيتجوز كتة وبياخدها معاه على بلدهم، وبيعرف أهله إن هو لقى محروس الضبع وأخد الفلوس. وطبعا محدش من أهله بيفتح بقه، وبيكمل الموضوع في التوب سيكريت، محدش بيقول أي حاجة. على الصعيد الآخر بيخرج المعلم فرج وبيحاول يقنع الباشا الكبير إن هما ينتقموا من بوحة، ولكن الباشا الكبير بتحل عليه نوع من أنواع السكينة وبيكتفي بكل اللي حصل وكل تاريخه الماضي، وبيطلب منه إنه يسيبهم في حالهم. مين هو المعلم سلامة؟ معلم سلامة مسعد الصباح سابقا، لكن اسمه اختلف إلى سلامة محمود الدباح. سلامة هو عم بوحة، أخو أبوه التوأم. سلامة هو مربط الفرس في الخلاف بين عيلة أبو إسماعيل وعيلة الصباح، ومنشأ الطار لما قتل واحد من العيلة وفضلوا يطاردوه. ولكن هو طبيعة العيلة كلها ما كانش عنده القدرة على المواجهة ولا الصمود، فهرب من البلد ونزل على مصر، حرك فتيل الطار والخلافات بين العيلتين، وهرب ونزل على مصر. غير اسمه وبدأ يشتغل في تجارة المواشي، نفس تجارته وصنعته، وقابل ست حلويات وحبها واتجوزها وخلف منها كتة، وشغل عنده فرج صبي، لحد ما في يوم اختلف مع فرج وفرج طمع، وبعدين فرج غاب غيبة طويلة ورجع باشا كبير، وبشوية تحايلات خسر المعلم سلامة بهايمه وأملاكه وموته بحسرته. طبعا بطبيعة عيلة بوحة محدش من أفراد العيلة صارح بوحة ولا عرفه حكاية منشأ الطار وهو عمه سلامة. محدش من عمامه التانيين قال له، ولا حتى أبوه قال له، لأن موقف الطار كان قبل ولادة بوحة بكتير، وهم حتى ما كانوش يعرفوا مصير سلامة من بعد ما هرب.
فتعاملوا معاه إنه مات، وما قالوش لبوحة أصلا إن كان موجود حد اسمه سلامة على وش الدنيا، ولا حتى حد من ولاد أبو إسماعيل جاب السيرة. إن الجيل الجديد من ولاد أبو إسماعيل برضه ما يعرفوش المنشأ كان إيه. لا يزال بوحة لا يعلم إن المعلم سلامة عمه، ولا تزال الست حلويات لا تعلم إن المعلم سلامة يبقى عم جوز بنتها، ولا تزال كتة لا تعلم إن المعلم سلامة وها يبقى عم بوحة جوزها. وفضلت النقطة دي كمان في التوب سيكريت. وبكده نقدر نستنتج إن بوحة هو كان الضلع الوحيد اللي قدر يكسر السلسلة والبارادوكس بتاع الجبن وعدم القدرة على المواجهة والضعف والهشاشة اللي كانت في العيلة كلها. قدر يحقق المواجهة في كل المواقف، حتى في بداية نزوله على مصر، ومن قبلها كمان قدر يتصدر لصراع مش صراعه، لمجرد إنه ينصر الحق ويوقع المعلم فرج. وكمان القدر عوضه بالفلوس من الشخص الزائف اللي هو ادعى إنه محروس الضبع، فحقق النجاح والحب واتجوز واستقر. كان هو مكتمل الأضلاع عن باقي أفراد عيلته، اللي أكتر واحد فيهم قوي حقق ضلع أو اتنين. وبكده تكون عرفت مين هو المعلم سلامة، وإزاي بوحة كسر البارادوكس بتاع عيلته، وليه المعلم سلامة كان أحول. ولو عجبتك الحلقة تعمل لنا لايك وشير وسبسكرايب، وتضرب الجرس علشان تشوف نظريات أكثر جدية وأكثر كوميدية وأكثر تراجيدية في المستقبل إن شاء الله. سلام.